الفيلم بيبدأ بتشارلي وهو سايب خصمه ويضرب فيه لانه واخد فلوس منه كتير. على كده صحابه بيفضلوا يقولوله كفاية، انت ازاي مستحمل الضرب ده كله؟ هو بيقول لخصمه كفاية ليه، خلي الجمهور يستمتع. بيرد عليه وبيقوله معاك حق، خلي الجمهور يستمتع وانا بضرب في ابن الحرامي. وكل الموجودين بيفضلوا يندهوه بيقولوله ابن الحرامي. تشارلي بيتجنن على نفسه وبيضربه جامد جدا وبيقع في الارض. صحابه بيقولوا يخرب بيتك ايه اللي انت عملته ده؟ بيقول لهم ما تقلقوش، هو اصلا مش هيقوم تاني. بعدها تشارلي بيشوف مؤتمر صحفي لتشارن جروفر، صاحب الخزنة اللي عليها أنظمة حماية قوية جدا ومن المستحيل إن حد يقدر يخترقها أو يفتحها. ويوم رأس السنة هيكون فيها 9 مساجد غاليين جدا، وفي نفس مكان الخزنة هيبقى فيه منافسة رأس عالمية، والفريق اللي هيوصل للنهائي هياخد كاس مصنوع من الذهب وفيه 9 مسات مزيفين. تشارلي بيشوف ان ده الوقت المناسب اللي هيقدر ينفذ فيه كل اللي كان بيخطط له من وقت طويل جدا، وبيبدأ يكون في الفريق اللي هينفذ بيه مهمته. واول عضو في الفريق هو جاك، خبير سابق في الجيش الهندي، بيسمع من ودن واحدة بس والتانية ما بيسمعش منها. بيحب مامته جدا لدرجة انه ممكن يقتل اي حد لو مس سيرتها بسوء. بيقلب الاستوديو كله على المخرج بسبب انه جاب سيرتها. بعدين تشارلي بيقول لجاك ان والدي اتحبس ظلم واللي كان السبب في ده هو جروفر. جاك بيتعصب عليه وبيقوله انت ليه ما قلتليش من الاول؟ انت عارف انا بعتبر والدك زي والدي بالظبط، احنا لازم نقتله. بيرد عليه تشارلي بيقوله ما تبوظش اللي انا بخطط له من وقت طويل، الموضوع اكبر مني ومنك، وهو لو مات هيرتاح لكن لازم يدوق من نفس الكاس العذاب اللي داق والدي. وده تاني شخص في الفريق، تامي، عشق الستات الكبار في السن، وهو من افضل مفككين الخزن في العالم. بتجيله نوبات صرع لما بيتوتر. تشارلي بيقوله ان هو هيفتح الخزنة وهياخد منها 9 مسات، لكن تامي بيشوف ان ده مش ممكن وانهم اكيد اتجننوا. لكن تشارلي بيفهمه ان هو عايز ياخد حق ابوه. بيتأثر تامي وبيعيط وبيقوله انت ليه ما قلتليش حاجة زي كده؟ انا معاك واكيد هنجيب حق ابوك. بيظهر تالت عضو في الفريق وهو روهان سينج، وهو هاكر كبير جدا. وهنا بعد ما هكر سماعات الديسكو وبيرموه بره بيلاقي جاك مستنيه وهو يبقى خاله. بيقوله الحقني يا خالي. بيغلطوا في الست الوالدة وطبعا هو بيكسر عظمهم. في الوقت ده تشارلي بيشرح لروهان على المخطط الامني بتاع الخزنة. روهان بيقوله انا هعرف اهكر كل الانظمة، لكن في مشكلة، في غرفة ما بتتفتحش غير ببصمة صباع، والبصمة دي تبقى بصمة فيكي جروفر ابن جروفر. جاك بيقوله طب واحنا كده هنعمل ايه؟ تشارلي بيقوله ما تقلقش في حل. وبيظهر رابع شخص وهو ناندو. كلهم بيكونوا متفاجئين جدا لانه شبه فيكي بالظبط، وده بقى اللي هيقدر يفتح الأوضة اللي بالبصمة. ناندو بيوافق رغم خطورة الموضوع لأنه محتاج فلوس عشان عملية والدته. وبكده اتكون الفريق بياخدهم على المكان اللي هيتدربوا فيه، والمكان ده مماثل لمكان الخزنة بالظبط. في الوقت ده بيكون جروفر بيشرح للناس اللي هتحط عنده المسات أنظمة حماية الخزنة. أول حاجة بيقابلهم جارد متدربين على أعلى مستوى، وناندو هيعدي من قدام. ناندو بيسأل ازاي الجارد هيسيبوني أعدي كده؟ تشارلي بيقوله ايوه طبعا هتعدي عادي لانهم هيفتكروك فيكي جروفر. وناندو بيستغرب جدا من الشبه الكبير اللي بينه وبين فيكي. تامي بيسأل تشارلي وبيقوله ازاي هنجيب بصمة فيكي؟ تشارلي بيقوله مش دي المشكلة، المشكلة ازاي ناندو هيقلد فيكي في اسلوبه. وتاني خطوة اول ما تتفتح الخزنة في شعاع ليزر، ودي طبعا هتكون مهمة روهان. وبعد كده فتح الخزنة ودي هتكون مهمة تامي. وبعد ما يقدروا يفتحوا الخزنة هيكون قدامهم 5 دقايق بس عشان يخرجوا وياخدوا الألماظات، ولو عدت عليهم ال5 دقايق من غير ما يخرجوا الأكسجين هيتسحب من الخزنة. وجروفر بيقول إن الخزنة ملهاش أي مخرج تاني، لكن تشارلي بيقول إن في مخرج. الخزنة تحت المصرف ده هنوصله بمساعدة جاك، والمدخل هيكون عن طريق التكييف، بيكون مقفول ومفتاحها مش مع أي حد. وبيسألوها هنفتحها ازاي؟ بيقول لهم أنا معايا المفتاح وأخدته بنفس الطريقة اللي جبت بيها المخطط. وبنكتشف انه كان من مؤسسين الخزنة، والأوضة اللي فيها فتحة التكييف غرفة C9. تامي بيقوله ايه رأيك نأجرها؟ تشارلي بيقوله مش بالسهل كده لان الأوضة دي معمولة للي رايحين مسابقة الرقص. بيقول لهم انهم هيشاركوا في المسابقة دي، بيسمعوا من هنا وبيمشوا من هنا. تشارلي بيوقفهم. جاك بيقوله رقص ايه بس احنا بنمشي بالعافية، تقولي مسابقة رقص عالمية؟ تشارلي بيقول لهم ما تكبروش الموضوع، احنا هنشوف اي حد يدربنا ونطلع نهز وخلاص.
صحيح هنتضرب لكننا هنكسب. بيسألوا ازاي، بيقول لهم بمساعدة روهان، لأن مسابقة الرقص هنا في الهند بتكون بتصويت الجمهور، وروهان هو اللي هيهكر الأصوات. بيجيب لهم مدربين كتير وبيفشلوا في كل مرة. روهان بيقول لهم الأسوأ من كده وهو إن لازم يعدوا من أول لجنة تحكيم دي عشان يوصلوا لمرحلة التصويت، وكلهم بيحبطوا. تشارلي بيبدأ وبيحكي قصة أبوه مع جروفر. أبوه كان بيشتغل في توكيل تأمين المسات، وكل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما ظهر في حياتنا جروفر. كان بيشتغل مسوق للماس الأفريقي، واتفق مع أبو تشارلي على صناعة أقوى خزنة في العالم، وقرروا يسموا الخزنة دي شاليمار. وكان المشروع ده ضخم جدا، واضطروا انهم يستلفوا فلوس من التجار. وبعد تعب سنة كاملة أخيرا الخزنة اتعملت وبقت جاهزة. وأول صفقة مزاد دخلت الخزنة دي كانت ب100 كورو، وكان يوم رأس السنة. جروفر حط لأبوه منوم وسرقه وسجنه وطالب بالتعويض، وأبوه خسر كل حاجة. واللي حكاه تشارلي بيأثر فيهم جدا، وناندو بيقول لهم ما تقلقوش أنا عندي حل للمدرب ده. وبتظهر معانا موهيني، وفعلا بيروح ناندو وبيعرض عليها ان هي تعلمهم الرقص. بترفض وبتقوله انا خلاص هبطل وهفتح مدرسة للأطفال اعلم فيها الرقص. بتخرجوا بره وبتقوله امشي من هنا يلا. بعدين بتشوف تشارلي بتعجب بيه جدا لانه بيتكلم انجليزي، وبتوافق وبيقولها تمام نتقابل بكره. بتقوله بكره ده ايه، انا جاي معاكم دلوقتي. بتروح معاهم وبتفضل تدربهم فتره لكن ما بيحصلش اي تقدم، وبعد مجهود كبير بيبقى فيه تطور لكن قليل جدا. بيستعدوا لأول تجربة أداء ليهم، بيروحوا بلبس أهبل وكل الناس بتفضل تضحك عليهم، وبيدخلوا عشان يرقصوا ورقصهم بيكون وحش وطبعا بيطردوهم. تشارلي بيقول لهم محضر لكم مفاجأة هتعجبكم جدا. ايه رأيكم في الفيديو ده؟ هما مش بيكون قدامهم غير حل واحد انهم يكسبوهم، وبتيجي مرحلة التصويت. ناس بتشجعهم وبيقدموا أداء أسوأ من اللي قبله، وبيتضربوا طبعا وهم معتمدين على الهاكر. وفعلا على آخر لحظة بيجمعوا أعلى نسبة تصويت، وأخيرا بيسافروا لدبي. بعد كده بيعملوا حفلة للفرق اللي جاية من أنحاء العالم للمسابقة. بعدين جاك بيقول لتشارلي إذا كانت موهيني هتروح الحفلة. تشارلي بيقوله هتروح معانا الحفلة ده ايه، ويا ترى بقى هتلبس ايه، وبيفضل يغلط فيها ويتريق عليها، ومش بيكون عارف ان هي وراه وشايفاه وسامعاه. وبعدين بتزعل وبتسيبهم وبتمشي. بتروح موهيني وبتكون أجمل واحدة في الحفلة، وتشارلي بيتهبل من جمالها. وبعدين بيجي جروفر وبيستقبل كل الفرق اللي جاية الحفلة ما عدا الهند. ولما المضيفة بتقوله لفريق الهند بيبصلهم بطريقة وحشة وبيمشي. وبعد كده بيخططوا ازاي هيجيبوا بصمة فيكي. واللي هيحصل كالتالي، هيتصلوا بفيكي وهيقولوا له ان في مشكلة في أوضة الأمن. هيطلع في الأسانسير وهيلاقي الاتنين دول مستنيينه وهيخدروه، وهيقدروا ياخدوا البصمة بتاعته. هما كلهم بيسألوه ازاي هنعدي بالمسات من أجهزة الأمن. تشارلي بيقول لهم بسيطة، وهما ماشيين هيحط المسات في عصير كأنهم مكعبات تلج وهيعدي بيهم بكل سهولة. بعدين بيكونوا بيتدربوا زي باقي الفرق، والفرقة الكورية بيطلعوا الولد اللي معاهم ده فوقيهم كلهم وهو بيقع، فقائد الفريق بيتعصب عليه. تشارلي بيتدخل وبيقوله ما يصحش كده، لازم تفهمه بالراحة. وبعدين بيتخانقوا مع بعض وبيمسكوا في بعض. القائد الكوري ده بيكسر له النضارة. تشارلي بيتعصب جدا، الواد الكوري ده بيوقعه، لكن تشارلي بيعرف يطلع. بيكون خلاص هيوقعه لكن بيكون أجدع منه وبيسيبه. جروفر بيشوف اللي حصل وبيقرر انهم هيتنافسوا مع بعض، مع العلم ان الفريق الكوري هو فريق قوي جدا واعلى طبعا من المستوى الهندي. وقبل تجارب الاداء موهيني بتديهم دروس في الرقص. بعدين بيبدأوا يرقصوا وهم على المسرح. الولد الصغير بيحصل معاه نفس الكلام وبيقع. تشارلي بيجري عليه وبيمسكه وبينقذه، وهم طبعا بيخسروا. تشارلي بيعتذر لموهيني على اللي حصل، لكن هي بتعجب جدا بالموقف الإنساني اللي عمله. وبعدين بيكونوا عايزين يخلصوا مهمتهم، وطبعا ما ينفعش ياخدوا موهيني معاهم. تشارلي بيفهمها ان هو رايح يقابل واحدة تانية. هي بتزعل جدا وبتسيبه وبتمشي. هما بيبدأوا ينفذوا الخطة، لكن بيسمعوا فيكي وهو بيتكلم في التليفون وبيقول ان المسات مش موجودة وهتيجي يوم 30 ديسمبر. هما طبعا مش هيقدروا يقعدوا في الأوضة أكتر من كده لأنهم خسروا، والفريق اللي بيخسر بيغادر البلد فورا. بيحبطوا جدا. وبعدين بتنده لهم موهيني عشان إعلان النتائج بتاعة المسابقة، واللي بتعلن النتائج دي بتقول إن الفريق الهندي خسر عشان أنقذ طفل، وده موقف إنساني حلو جدا. ولجنة التحكيم خدت قرار عمرها ما خدته قبل كده، وقررت ان هي تقدم الفريق الهندي للنهائي لانه فعلا يستحق فرصة تانية. هما بيفرحوا جدا
وتاني يوم بيلاقوا الإعلام والصحافة بيتكلموا عنهم، والكل بيكون بيعاملهم بحب واحترام وفخر. والولد الصغير ده اللي أنقذه تشارلي بيديله وردة، وبعدين بيتكلم مع الفريق وبتكون موهيني وراه وسامعة كل حاجة. بتتضايق منه بتقوله انت بتعمل كل ده عشان خاطر الفلوس، لكنه بيفهمها هو ليه بيعمل كده، وبيكمل حكاية باباه. وبعد ما اتحبس رفع محامي كبير جدا وكان خلاص هيكسب القضية، لكن جروفر اشترى المحامي. ابوه اتحكم عليه ظلم، ما استحملش اللي حصل وانتحر فورا. موهيني بتتأثر وبتقول لهم انا معاكم في كل اللي هتعملوه. بعدين بيوصل للألماظ وبيحطوه في الخزنة وبيبدأوا في الخطة. موهيني بتغري فيكي وبيقدروا ياخدوا البصمة بتاعته، وبيدخل ناندو على انه فيكي بياخد البصمة بتاعته عشان يقدر يفتح الباب. تشارلي وتامي بيدخلوا في فتحة التكييف عشان يروحوا لناندو في الخزنة. بيستعد عشان يفك المربع لكن مش بيكون طايل، فبيقلع هدومه كلها عشان يقف عليها ويقدر يفتح. جاك بيكون موجود فوق عشان يخلص مهمته، وتامي وتشارلي بيدخلوا الخزنة وناندو بيخرج من الخزنة. روهان بيعطل الليزر. تامي بيستعد عشان يفتح الخزنة لكنه بيتوتر وبتجيله نوبة الصرع. تشارلي بيقدر انه يفوقه، واخيرا بيقدروا يفتحوا الخزنة. بيكونوا مبسوطين جدا، ولكن بيكتشفوا ان الماس جوه مربع محتاج باسورد عشان يتفتح، ويا فرحة ما تمت، ولو كتبوا اي باسورد غلط الانذار هيشتغل. بيكون خلاص الوقت انتهى والخزنة هتقفل. بيفضلوا يضغطوا على تشارلي عشان يخرج ويسيب الخزنة، وهو بيفضل مصمم وما بيخرجش. تشارلي بيركز وبيكون عارف ان هو اغلى حاجة عند باباه، وابوه اكيد عامل الباسورد باسمه، وفعلا بيقدروا يفتحوه. بعدين بيقدروا ياخدوا المسات وبيقرروا انهم يرجعوا لهند. ولما روهان بياخد موهيني وهم ماشيين بتشوف قد ايه ان في جمهور بيحبهم ومستنيهم، فبترفض انها تمشي معاه وبتقول انا هكمل حتى لو لوحدي. وفعلا موهيني بترقص لوحدها وهم ضميرهم بيأنبهم وبيرجعوا واحد في التاني الا تشارلي. الجمهور كله بيطالب بيه لحد ما بيظهر وبيقدموا عرض حلو جدا، والأول مرة الهند بتكسب. بعد كده الشرطة بتاخد جروفر وابنه في الوقت اللي بيكون تشارلي بيحتفل بفوزه. تشارلي بيروح له وبيقول له انت بقى خسرت قد ايه، 2 كورو 3 كورو ولا 300 كورو؟ وده بيكون سعر المسات اللي اخدها تشارلي. جروفر بيسأله بيقول له انت تبقى مين؟ بيقول له ابن مانو. بيسأله بيقول له ابنه مانو ده يبقى مين؟ بيرد عليه تشارلي بيقول له دي قصة طويلة، اكيد ابوك هيحكيها لك وانتوا في السجن مع بعض. تشارلي بيحط له موس في جيبه وبيقول له سلملي على كل اللي هناك. بعد كده بيستعدوا عشان يمشوا وبيروحوا المطار، وبيكون تشارلي حاطط المسات في الكوبايه زي ما مخطط، لكن بتاع الامن ده بيقول له ممنوع وبيرميله العصير في الزباله. لما بيكونوا في الطياره بيكونوا هيتجننوا على المسات، لكن تشارلي بيقول لهم انتوا زعلانين على ايه، المسات معايا اصلا. وبيكون تشارلي حاططها في الكاس. وبيرجعوا الهند وكل واحد فيهم بيحقق حلمه، وتوتا توتا خلص الحدوته. سلام.